بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله والصلاة وتم التسليم. في فجر هذا اليوم المبارك الرابع أو الثالث من شهر شوال 1433 الذي هو في أواخر شهر أوغست، شهر الثامن من 2012، يسر الله تعالى زيارة بريدة، وجئت حقيقة يعني لزيارة سوق التمر وشراء تمر، يعني وهي عادة سنوية. أنا العادة أوصي البعض يعني يشتري لي. هالمرة هذه يعني حرص أن آتي بنفسي حقيقة. التقيت يعني أخوة طيبين، التقيت بوالدنا جزاه الله خير وتشرفت به، الله يحفظه ويحفظ عليه صحته، الشيخ علي المشيطي، وأيضا مع أخونا الشيخ عبد العزيز التويجري وأبو عبد الله عبد العزيز التويجري، نادي الرائد وفقه الله. جعلكم دائما تفوزون وتجيبون اقوال وينصركم على من عاداكم كائنا من كان. وكذلك حقيقة الإخوة جميعا، يعني أنا أخشى أن أبدأ أعد الأسماء فأذكر أحدا وأنسى أحدا. أشكر الإخوة أيضا في منتدى بريدة، الأخ بندر الحمر وطارق الناصر والشباب الذين معهم جزاهم الله خير، الذين حرصوا أيضا على الحضور معنا، وأنا يعني أقل والله من أن يهتموا جزاهم الله خير هذا الاهتمام. لكن مثل ما يقال، مثل ما كان يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، الغريب له شمة. أحيانا الواحد إذا جاء من بعيد يكون له أحيانا طابع خاص. الله يكرمكم ويجزيكم خير. وانا حقيقه رايت الله يكرمكم يا رب، والشيخ عبد الله الغفيص ايضا، والشيخ محمود توجل، والاخوان جميعا جزاهم الله خير، انا تشرفت بهم. وايضا حضر معنا بعض الشباب المبتعثين ايضا، تشرفنا بهم والله، واسال الله والشيخ وعد ان شاء الله انه خلال اسبوعين يا شيخ يعني بيسر الله هذا نتصل، قد يحضر الافتتاح ان شاء الله او بعد الافتتاح للمهرجان ان شاء الله. الله يحفظك. يا شيخ وش سبب الزياره؟ والله انا جئت بشتري تمر من سوق التمر، والعاده انا اوصي، لكن حقيقه انا اسمع عن السوق ما شاء الله ترتيب وجوده وكذا، وجئت اليوم لاراه وسرني والله ما رايت، وسرني كثيرا ايضا بالمناسبه اني رايت اعداد من الشباب في سن ال20 ودون، وما شاء الله وكل واحد واقف على أعلى سيارة ويحرج على التمر وجريء في عرضه ومخاطبته للناس، وبلا شك أن هذا أمر يسر، يعني أنه ما يخجل من أنه يقف مثل هالمواقف هذه. أسأل الله أن يجزيكم خير. اليوم بريدة يا شيخ أسعد مدينة بالمملكة. الله يحفظكم، الله يجزاكم خير والله، الله يجزاكم. يعني هالزيارة الحقيقة هي وسام للمدينة، المدينة تفخر بجية الشيخ وأمثاله، يعني كلمة حق يجب نقولها أنه كلماته ستكون حافز وأكبر دعاية للمدينة. والمدينة عندما يمدحها الشيخ فهو يمدح كل المنطقة. 65% يا شيخ من سكان المنطقة يعملون في الزراعة، وهالمدينة تخدم. فأنت الآن خدمت 65% من سكان المنطقة، فقيرهم وغنيهم. الله يجزيكم خير، جزاك الله خير. لا والله أنتم إلا بارك الله فيكم وما شاء الله. ومنتج، أقول منتج يعني من منتجات اللي مرتبط بالفطرة، ومنتج يعني الحقيقة هو رمز لنا ورمز للمملكة ورمز لديننا، فجزاك الله خير. يعني من الاشياء اللي حطيتها وسمننا في دقيقه، انا اثنيت على هالمنتج اللي ان شاء الله يطرح به البركه ان شاء الله، يطرح البركه للعاملين فيه والمزارعين فيه والتاعبين في هذا المجال. امين امين. الله يجزاك. منتدى سلطان مشيط يقول منتدى الرايد، يقول يهزل لنا نبي نكتب عنه. طبعا الشيخ كريم معك الله يكرمكم، الله يكرمكم. طبعا ترى كلامي ترى عن الرايد هي مزحه يا جماعه، لا احد ياخذها جد، لاني مره لا بس يبيك تسمح انه ينزل بالمنتدى. اي انا مره التقيت في الطائره باخونا ماجد عبد الله لاعب النصر القديم، اي ولطيف الرجل حقيقه، تعامله وراقي، ويعني وسولفت معه شوي في الطائره. فلما رجعت كتبت تويتر قابلته اليوم ماجد عبد الله ورجل، وزعلوا الهلاليين. ليش تمدح لاعب كان اي؟ فانا لست رياضيا حقيقه، ولا اني يعني حق رياضه. بس الشيخ شوف، لكن عاد اسال الله ان يحفظ الجميع وجعلهم كلهم يفوزون. الله يجزاك خير. بس شفت الشيخ تغرد بالتغريدات صباحكم تعاون. ايه احنا رايداويه نبي صباحكم رايد يا شيخ. مرق صباحكم رايد. ابشر ما يحتاج، ابشر ابشر.